ده كلام جامد، وناس بيقولوا كلام لذيذ بس المعنى مش جامد، وناس بيقولوا أي كلام ما نعتبروش كلام جامد. بس احنا كلامنا مش كلام جامد، احنا كلامنا تعالى يلا وقرب شوف، قول سؤالك من غير خوف، شيل من على وشك الكسوف، في كلام جامد جدا. لو مش عارف ايه العمل في سؤال بماذا وكيف وهل، هتلاقي لي عندنا الحل في كلام جامد جدا. اللي هيتولد من نسل المرأة ده هو اللي هيغلب إبليس، هو الوحيد اللي هيقدر ينتصر على إبليس. وليه قال نسل المرأة؟ لأنه المسيح هو الوحيد اللي جه عن طريق امرأة دون زرع بشري أو تدخل بشري، لأنه ما ينفعش يبقى في مخلوق من غير تدخل بشري، لكن الله قرر إنه يعمل المعجزة ويجي بالطريقة دي علشان ما يبقاش في أي تدخل بشري، يبقى تدخل إلهي. الله شخص كامل مش محتاج لحد، لكن فرحة ولاده ملهاش حد. عظيم هو في أعماله، جميل بديع في صفاته، ادانا حياة أبدية تبدأ من هنا على الأرض. الله نزل للأرض، ده مش معناه إنه فقد الطبيعة الإلهية بتاعته. الكتاب بيحكي عن قصة حب الله للبشرية، عشان كده الله تجسد في صورة إنسان علشان خاطر يرجع العلاقة اللي ما بيننا وما بينه مرة تاني، اللي العلاقة دي اللي اتكسرت ساعة ما آدم وحواء عصوا كلام ربنا وخرجوا بره جنة عدن. جامد جدا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام جامد جدا. في بدايه حلقتنا عايزين نرحب بناس جديده موجودين معانا ايمي، معانا ساندرا، ومعانا مادونا. زمان وانا صغيره فاكره حديث كان بيني وما بين صاحبتي مش قادره انساه لحد دلوقتي. كنا بنتكلم عن يسوع وان هو ليه يتجسد وينزل على الارض علشاننا. واحد صاحبتي سالتني سؤال بتقولي يعني طب ما هو كان ممكن يبعت اي نبي، يعني اشمعنى هو يجي ويتعب؟ فانا طبعا كنت بنت بحضر مدارس احد وشاطره في الكتاب المقدس، فبسرعه رحت قلت لها ما ينفعش، يسوع هو الشخص الوحيد اللي من غير ولا خطيه، ما كانش ينفع اي حد ياخد الدور ده من غير يسوع. بعدين اتفاجئت بسؤال، وساعتها انا فاكره انه انا جبت الوان، وشي جاب الوان لان ما كنتش عارفه ارد عليه. كانت قالت لي انه طب ما كان ممكن يبعت ملاك، ما الملائكه ما بتعملش غلطات، وهم كانوا من اللي يشيلوا الموضوع كله. الحلقه بتاعت النهارده احنا هنتكلم يا ترى ليه المسيح هو الوحيد اللي كان لازم يعمل الدور ده، هو الوحيد اللي كان ينفع يموت علشاننا، او هو الوحيد اللي كان ينفع يتجسد ويرجع تاني العلاقه ما بيننا وما بين الله. بيتر هتتكلم معانا اكتر في الموضوع ده. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إنه المسيح اتجسد ونزل على الأرض وأخد صورة إنسان. النهاردة عايزين نتكلم على نقطتين مهمين قوي. أول حاجة، لما المسيح تجسد على الأرض هل كان بيحس بنفس الأحاسيس بتاعتنا؟ هل كان بيشعر زينا بالظبط؟ هل كان عايز زينا ولا لأ؟ فعايزين نفتح شوية شواهد، لأن هي دي اللي هتحكي لنا القصة بالظبط إيه اللي كان بيحصل مع المسيح على الأرض. فتعالوا مثلا في الأول نشوف إن هو اتولد في مزود. ده معناه إن هو كان إيه؟ كان متواضع، كان فقير، وما كانش عنده مكان حتى يتولد فيه. فتعالوا نفتح مع بعض لوقا 2:16. مين يقدر يقرأ لنا لوقا 2:16؟ فجاءوا مصرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود. يعني المسيح اتولد في مزود. المزود ده يعني ايه؟ ده مكان بيحصل فيه ايه؟ زي ما انت قلت كده، اسطبل بيبقى فيه غنم، بيبقى فيه خروف، بيبقى فيه مش عارف فيه حيوانات صغيرة كده، يعني مكان ما كانش يليق بانه ملك يجي يتولد فيه. الشواهد دي ليه احنا عايزين نقراها؟ ان هي دي بتساعدنا نفهم انه المسيح لما كان على الارض كان فعلا عنده الطبيعة البشرية دي ولا لا. تعالوا نقرا شاهد تاني، انه كان بيتقال عليه كلمات عنصرية، هنلاقيها موجودة في يوحنا 1:46. مين يقدر يقرا لنا العدد ده؟ فقال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس تعالى وانظر. قال له أمن الناصرة يخرج شيء صالحا؟
يعني ايه من الناصرة؟ دي اسم المدينة اللي كان جه منها يسوع، لأنه كان يدعى يسوع الناصري، فبيقول له يعني من الناصرة ده ينفع يجي منها حد كويس؟ يعني كان في اضطهاد كمان عنصري، يقول لك ده أصل جاي من الحتة الفلانية، ده جاي من البلد الفلانية. فلو احنا في وقت من الأوقات كنا بنحس بنفس المشاعر دي، هو كمان حس وعاش نفس الأحاسيس دي بالظبط. تعالوا كمان نشوف حاجة كانت قوية قوي في يوحنا 11 و32. مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه، قالت له يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معهم يبكون انزعج بالروح واضطرب. كويس، يعني حصل ايه كمان هنا المسيح؟ انه اضطرب، يعني حس انه كده ايه، في حاجة، انزعج، ما بقاش مبسوط، ما بقاش مرتاح قوي. ده كأنه بالظبط بيقول لنا نفس المشاعر بتاعتنا لما بتحصل معانا مشاكل كتير احنا بنضطرب وبننزعج. في نفس الوقت هو عند القبر بتاع لعازر بكى لانه موت صديقه لعازر، فكمان هو بيورينا الكتاب انه كمان يبكي، انه يحزن كمان. يعني كان بيحس بكل اللي احنا بنحس بيه، بالظبط كده. هو مش في وادي واحنا في وادي بالظبط يعني. كده مش كأنه احنا كل مرة احيانا كتيرة بنسمع الكلام ده ونقول اصل ربنا مش حاسس بينا، ربنا مش شايفنا، ربنا ما يعرفش قد ايه انا مجروح، قد ايه انا متضايق، قد ايه انا زعلان من واحد صاحبي خاني او عمل حاجة ضايقتني، رغم ان هو يهوذا خانه وبطرس انكره 3 مرات وفي اخر مرة كمان لعنه، ودول كانوا ناس صحابه قريبين ليه. عدد تاني من لوقا 22 و54. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. ودي القصة اللي احنا بقية الأعداد بتقول إنه في الوقت اللي كان المسيح ممكن يبقى محتاج صاحبه يبقى جنبه، يبقى معاه في الضيقة اللي هو كان بيعدي بيها، لكن بطرس عمل إيه؟ أنكره ومشي، وكان بيبص من بعيد وما كانش عايز حتى يقرب منه. ده يورينا إن احنا كل الحاجات اللي احنا بنعيشها في الأرض المسيح عاشها كلها زي ما احنا كنا بنعيشها دلوقتي. كمان حاجة تانية عايز أقولها لكم، إنه المسيح لما اتجسد ساب لنا أمثال مهمة قوي، ساب لنا مثل إن احنا نعمله. أول حاجة إن احنا نتعلم إزاي نصلي، فتعالوا نقرأ مع بعض في يوحنا 17 وعدد 1. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. كويس قوي، يعني هنا المسيح كمان بيعلمنا إزاي نصلي. يبقى في تجسد المسيح في حاجتين، حاجة مهمة قوي إن هو عاش زينا بالظبط، حس بكل الأحاسيس بتاعتنا، مشاعرنا كلها، عدى بكل المواقف والظروف الصعبة اللي احنا بنعدي بيها، وفي نفس الوقت حب يعلمنا حاجات كتيرة قوي، منها الصلاة، يورينا طاعته لوالديه، غفرانه للناس، غفرانه للناس اللي كانت بتكرهه وكانت بتدبر ليه مكايد علشان خاطر يسلموه وكذا مرة وطردوه مرة بره الهيكل، لكن كان بيغفر لهم لأنه هو كان بيحبهم. بيعلمنا ازاي نحب أعدائنا، علشان لما نيجي احنا نقول الآية دي صعبة اللي هي أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، تقولوا ازاي نعملها؟ ده أنا فلان عمل معايا حاجة كبيرة قوي، أنا مش قادر أغفر له، أنا مش قادر أحبه، هو عمل كده عشان وهو في الطبيعة البشرية وهو كان متجسد كإنسان عرف يحب أعدائه، عشان كده عايز يعلمنا إحنا كمان نفس الحاجة دي بالظبط. في سؤال مهم قوي عايز أحكي معاكم فيه، يعني ما كانش ينفع أي طريقة تانية غير طريقة التجسد دي؟ يعني كان في أي سكة تانية؟ يعني خد دقيقة كده أفكر، يعني كان ينفع يبقى حل تاني غير التجسد؟ طب لو كان التجسد يبقى ليه كان التجسد لازم يحصل؟ هقول لكم على نقطتين. لازم الفدية تكون بالظبط مساوية للقيمة بتاعة الشخص أو الشيء المطلوب فدائه. يعني الإنسان إيه اللي يفديه؟ إنسان زيه. يعني لو أنا مثلا عايز أفدي الإنسان ده عشان عمل الخطية دي قدام ربنا، يبقى لازم يكون في إنسان معادل ليه علشان يقدر يفدي الإنسان ده، صح؟ ينفع أجيب حد أقل منه؟ هيبقى صعب قوي، لأن هو مش هيعادل نفس القيمة بتاعة قيمة الإنسان، في نفس التكلفة اللي بالظبط كده، مش هيبقى نفس التكلفة. الحاجة التانية إنه هدف التجسد إيه؟ إن الله يعلن للإنسان عن ذاته علشان يرجع العلاقة اللي اتكسرت ساعة خروج آدم وحواء من الجنة، مظبوط؟ وقلناها المرة اللي فاتت. وبما إن الإنسان ما يقدرش يعرف ولا يصل إلى الله إلا عن طريق مين؟ الله نفسه. فكان الله لازم هو
اللي يعرفنا ويكون هو الطريق علشان نعرفه كمان. طب ما هما زمان كانوا في العهد القديم كانوا علشان يعني كانوا بيقدموا ذبيحة لربنا عشان ربنا يغفر لهم خطاياهم. كويس. قصة الذبايح اللي كانت موجودة في العهد القديم هي كانت رموز علشان إعداد للذبح الأعظم واللي هو كان هيحصل على الصليب في العهد الجديد. ومن ساعتها إحنا مش بنقدم ذبايح ليه؟ لأنه خلاص فدى البشرية كلها. هرجع تاني أكمل النقطة اللي أنا كنت بقولها، إنه الله بيحب الإنسان وعايز يرجع العلاقة دي تاني. وبما إن الإنسان مش هيقدر يعرف الله إلا عن طريق الله كمان نفسه، الله تدخل وتجسد في صورة إنسان علشان يقرب لينا الطريق علشان نعرفه كويس. شكرا جدا بيتر على الكلام ده، فعلا فهمنا حاجات كتير قوي معاك النهارده. مي وإيهاب، انتم محضرين لنا ايه ترنيمة جديدة في الحلقة دي؟ تعالوا نتكلم على الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، التجسد. واحد كتب كلام بيقول كده، بيقول الله خالق السماء، الله خالق كل الأرض، نزل واتولد من عذراء، نزل وعاش زي العبد. ده التجسد بتاعنا. ده الله قبل انه يظهر لينا في صورة انسان. قال انا هظهر لكم في صورة انسان فتشوفوني تعرفوا تعاملوا معايا. مش بس كده، لا ده انت كمان يا رب مش بس قبلت انك تظهر ونشوفك، لا ده انت كمان ابتديت يعني احنا لقيناك بتعمل زينا، بتعمل كل حاجة زينا الا ايه اتفقنا؟ الخطية. ما بتعملش خطية، لكن مريت بكل اللي احنا مرينا بيه. نزلت وعشت زيي من غير ولا خطية. جربت العطش والجوع، جربت الحر والبرد، وجربت كمان الآلام، وجربت كل صعب. فكل شوية في الترنيمة يقول ايه؟ ياه عجيب يا رب حبك ليا، ويقول ياه عجيب يا رب حبك لينا. هنرنمها مع بعض في الآخر، وحاطين في بالنا الفكرة الأساسية بتاعت الكلام، إنه الله صحيح الله الخالق زي ما رنمنا في ترنيمة قبل كده، وصحيح هو الله اللي قبل يظهر كل الكلام ده، كلام جميل جدا. لكن أنا مش عايز أنسى الحتة اللي علاقتي بيه فيها شخصية قوي. أنت جربت كل اللي أنا مريت بيه واللي لسه همر بيه، والحاجات اللي بتتعبني أنت يا يسوع استحملتها، واستحملتها صح جدا من غير ولا خطية. آمين. بنشكركم جدا، متحمسين قوي ان احنا نرنم معاكم الترنيمه في ختام الحلقه. زي ما احنا شايفين عادل شغال على عمل فني، هو راسم رساله الله للبشريه، بتبين فيها قد ايه في لخبطه عند الانسان، زي ما هو حاطط الوان كتير وحاجات مش واضحه بتبين المشكله عند الانسان والمشاكل بتاعته. لكن هو في النص الرسمه راسم صليب اللي هي كانت خطه الله للخلاص ورسالته للبشريه في شكل ورقه بردي، السين بتاع الرسائل يعني. جامد جدا. خلصناش كل الأسئلة والإجابات اللي عن التجسد، بس هنحاول نجمع اللي احنا قلناه في الحلقة دي
احنا اتكلمنا انه يسوع لما اتجسد على الارض كان تاركا لنا مثالا في كل شيء، سايب لنا مثل في حياته عن كل حاجة ممكن نحتاجها، عن الصلاة، عن حبه للأعداء، عن غفرانه. كمان كان مجربا مثلنا في كل شيء بلا خطية، جرب كل حاجة، جرب خيانة الصديق، جرب ان هو يتولد في مكان فقير. كمان عرفنا ليه المسيح كانش حد ينفع غيره ان هو يصلح العلاقة ما بيننا وما بين الله، او مفيش حد غيره يقدر يدفع ثمن الخطية بتاعتنا. تعلمنا انه الفدية الشيء اللي عايزة افديه ما ينفعش افديه بحاجة اقل في القيمة، فما كانش ينفع حاجة اقل من انسان ان هي تاخد الخطية بتاعتنا. وفي نفس الوقت كان لازم اللي يدفع ثمن الخطية ما يكونش عليه خطية خالص، ما يكونش غلط ولا مرة يكون قدوس. طبعا احنا لسه ما خلصناش، لسه في الحلقات الجاية هنكمل أسئلة عن الموضوع ده، بس مستنيين ان احنا نشوف أسئلتكم ونسمع استفساراتكم. من فضلكم اكتبوا لنا على الويب سايت او على الفيسبوك او على الايميل بتاع البرنامج. قبل ما ننهي الحلقة ممكن نسمع الترنيمة من إيهاب ومي. امين. يلا نرنم بقى الترنيمة، هي مش صعبة بس، وكمان بنقولها لكم الحاجة بتقال مرة ونقولها مرة تاني، بحيث ان انتوا برضو تحاولوا تقولوها معانا كلام ولحن يعني. آمين. الله خالق السماء، الله خالق كل الأرض، نزل واتولد من عذراء، نزل وعاش زي العبد. الله خالق السماء، الله خالق كل الأرض، نزل واتولد من عذراء، نزل وعاش زي العبد. يا معقول يا ربي حبك ليا، نزلت وعشت زيي من غير ولا خطية. معقول يا ربي حبك ليا، نزلت وعشت زيي من غير ولا خطية. وجربت العطش والجوع، وجربت الحر والبرد، وجربت كمان الآلام، وجربت كل الصعب. وجربت العطش والجوع، وجربت الحر والبرد، وجربت كمان الآلام، وجربت كل الصعب. عجيب حبك لنا، بنسجد ليك انت ربنا. عجيب حبك لنا، بنسجد ليك انت ربنا. عمانوئيل الله معانا، وبروحك ساكن جوانا. عمانوئيل الله معانا، وبروحك ساكن جوانا. هللويا 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 هللويا. عايزين نشكركم على وقتكم، عايزين نشكركم على تركيزكم. بنشجعكم تاني وبنفكركم انه لو عندكم اي اسئله او استفسارات ما تنسوش تبعتوا لنا، ونحب نشوفكم الحلقه الجايه. شكرا. هو ليه ربنا لما كان جه على الأرض ليه ما قالش أنا سامحتكم وخلاص؟ الله معروف ان هو عادل ورحيم. انا اخدت حق مش بتاعي، انا عملت الرحمه لكن انا ما عملتش العدل. فالله كان لازم يطبق الاثنين مع بعض، العدل والرحمه. يعني لو احنا هنفدي انسان يبقى لازم يكون الفادي منين؟ انسان. وجي ميعاد فقرة الأسئلة بتاعت حلقة النهاردة اللي بتتكلم عن يسوع. السؤال الأول عندنا في الحلقة بيقول: يهوذا باع يسوع وبطرس أنكره، وفي مواقف كتير قوي من حياة يسوع. ترى المواقف دي بتدل
إن يسوع عاش حياة سهلة بدون أي متاعب، ولا يسوع كان مجرب مثلنا في كل شيء، ولا يسوع ما ينفعش يحس بيا في الموقف اللي أنا بمر بيها. أما السؤال التاني بيقول حياة يسوع يا ترى حياة صعبة على حد صغير زي إن هو يقلدها أو يتبعها، ولا هي حياة ينفع أقلدها في الكنيسة بس، ولا هي حياة مثل أعلى وقدوة ليا في كل حاجة؟ لو انتوا عارفين إجابات الأسئلة دي هنستناكوا تبعتولنا على الإيميل بتاع البرنامج أو على الويب سايت بتاعه. كمان ما تنسوش تبعتولنا مواهبكم سواء ترانيم أو عزف أو أعمال فنية أو رسومات بتعبر عن حلقة النهاردة. كلام تقيل نقول لهم ده كلام جامد، وناس بيقولوا كلام لذيذ بس المعنى مش جامد، وناس بيقولوا اي كلام ما نعتبروش كلام جامد. بس احنا كلامنا مش كلام جامد، احنا كلامنا كلام جامد جدا. تعالى يلا وقرب شوف، قول سؤالك من غير خوف، شيل من على وشك الكسوف، في كلام جامد جدا. لو مش عارف ايه العمل في سؤال بماذا